يعني قبل أن يخرج الدجال يظهر الاستهبال، قبل أن يخرج الدجال يظهر التافهون الذين يقتدي الناس بهم على ما في شيء أصلا. قال إن بين يدي الساعة، وفي رواية بين يدي الدجال سنوات خداعات. سنوات والله يخدع الإنسان. عجيب، واحد 10 مليون يتابعونه ما عنده شيء يا جماعة، ما عنده شيء. واحدة بس مجرد سوشيال ميديا تحط الطبخ، تقعد من النوم شو تسوي أول ما تقعد من وحاطة الكاميرا وراها لايف، أول ما تقعد أعزكم الله تدخل الحمام. 10 مليون متابع، شنو فيها؟ شنو قالت؟ شنو عندها؟ أنا بفهم شنو عندها، إيش قدمت أصلا؟ بس دخولها خروجها طبخها أكلها طلعت دخلت وهكذا. هذا مو سنوات خداعات، هذا ما أخبر عنه النبي، وهذا قدوة. والناس ما شفتوا شنو نزلت أمس، ما شفتوا شنو نزل فلان، ما شفتوا فلان إيش عمل. شنو الكلام هذا؟ وين المفكرين؟ وين العلماء؟ وين الباحثين؟ وين الفلاسفة؟ وين الأدباء؟ هذا كلهم لا اعتبار لهم أصلا. أنا أعتقد لو يجي الآن العقاد في هذا المسجد يسوي محاضرة ما يحضرون 10، بينما لو يأتي ممثل أو لاعب أو فنان تمتلئ وتغلق الطرق أصلا. هذا عصر التفاهة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال إن بين يدي الساعة، وفي رواية بين يدي الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، كاذب كذاب أصلا، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. رويبضة تصغير رابض، والتاء للتأكيد. رويبضة تصغير رابض يعني قاعد، رابض يعني ماكو شغل، رابض يعني ميت، رابض يعني لا